بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى بنات في كل مكان. في بداية الفيديو ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. وصفة النهاردة سحر يا بنات، بتطول الشعر بشكل رهيب وسهلة جدا جدا، ومكوناتها موجودة عندكم في كل البيوت ان شاء الله. مش هتتخيلوا مدى سهولتها، مش هتتخيلوا ايه اصلا المكونات اللي هنستخدمها. عايزة اقول لكم دي من اشهر الوصفات الهندية اللي الهنديات بيستخدموها لشعر طويل وحرير وناعم. وكمان عايزة اقول لك ان هي بتنعم الشعر بشكل جميل جدا جدا، ويبقى مفروض لمدة طويلة لو طبعا داومتي عليها اطول وقت ممكن. يلا بقى تعالي نشوف احنا هنستخدم ازاي الوصفة دي وهنعمل فيها ايه. هنستخدم الشاي البني اللي حضرتك بتشربيه العادي المعروف جدا، ده جميل جدا جدا يا بنات للشعر. هنجيب بقى في اناء نضيف، هنحط كوباية ونص من المية، عليها معلقة ونص من الشاي البني. ركز حلوة قوي في المقادير علشان تطلع الوصفة مظبوطة. كوباية ونص مية، عليها معلقة كبيرة من الشاي البني، وكمان نص ممسوح كده، يعني ما نكترش قوي. تمام. هنقلب بقى كويس المية مع الشاي البني، وبعد كده هنحطهم على النار تبقى متوسطة، ما تكونش ضعيفة ولا شديدة قوي يعني. تمام. هنفضل برضو تفضلي تقلبي كتير قوي على النار، بحيث يعني تسرعي شوية من عملية الطهي بتاعت الشاي دي. تمام. بعد كده ما يبدأ يبقى فيه رغاوي ويبدأ يدخل في مرحلة الغليان، هنسيبه يبرد ويهدى، وبعد كده نصفي. تجيبي مصفى تبدأي تصفي الشاي بتاعنا دوت. طبعا يعني يا ريت يحبذ فعلا لازم تصفيه، لأن الحبيبات دي ممكن تعلق في الشعر، وده طبعا شيء مش كويس يعني. بعد كده هنجيب نوع من الشامبو اللي حضرتك بتستخدميه، وقبل كده انا قلت لكم يفضل شامبو طبي او شامبو عشبي. تمام، لان دي من افضل انواع الشامبوهات اللي ممكن حضرتك تستخدميها بدون قلق. هتجيبي كمية الشامبو اللي حضرتك متعودة تستخدميها تكفي شعرك يعني. تمام، يعني احنا مش هنعمل الوصفة دي ونعينها لمدة، لا احنا هنعمل الوصفة دي ونعملها في نفس اليوم، يعني تستخدميها وتخلصيها في نفس اليوم. هتجيبي كمية الشامبو اللي حضرتك بتستخدميها العادية وتضيفيها للشاي اللي احنا عملناه ده، وطبعا هنقلب كويس قوي 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 بحيث الشامبو يندمج كويس قوي مع الشاي. ودي طبعا خطوة مهمة، يعني ما تعمليش كده تحطي المواد مع بعض وخلاص، لا لازم تخلطي خلط جيد بحيث ان الشامبو كله يدوب في الشاي ويعمل رغاوي كده زي ما حضراتكم شايفين. وده بيبقى ليه تأثير افضل طبعا من لما تحطي المكونات كده بدون خلط، او ممكن لو عايزه تحطيها في زجاجه وتخلطيهم اوكي، بس انا بفضل بالطريقه اليدويه بحيث ان انت تبقي متاكده 100% ان كل المحتويات اندمجت. بعد كده هتجيبي نص ليمونه او نص عصير حامض وتبداي تعصريها على الخليط بتاعنا. نص ليمونه على الشاي على كمية الشامبو اللي حضرتك محتاجاها لشعرك. تمام. وبرده هتمزجي كويس قوي قوي بحيث ان انت تتأكدي ان المكونات كلها اختلطت ببعض، كلها اندمجت وشربت من بعض، بحيث ان انت تبقي متأكدة ان الوصفة بتاعتك معززة 100% بكل العناصر، ما يكونش كده ايه عاملاها اي كلام، لان ده بجد بيبقى ليه نتيجة حلوة. لما تكوني دمجهم قوي مع بعض نتيجته بتبقى افضل بكتير جدا من لما تكوني سايباها كده يعني بدون دمج. تمام. طيب، طريقة استخدامك للوصفة دي سهلة قوي 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 يا بنات. دلوقتي انت عملتي الكمية بتاعتك، كل ما تيجي تاخدي شاور استخدمي الوصفة دي. طب لو حضرتك بتاخدي شاور يوميا فاعملي الوصفه دي يوم ويوم لا، يعني يوم ويوم، يعني كوني حريصه ان انت تداومي على الوصفه. بجد جميله جدا جدا. عايزه اقول برضو للنساء اللي بدا الشيب يطلع في شعرهم ومسبب لهم حاله نفسيه مش حلوه، عايزه اقولك ان الوصفه دي اساسا لو انت داخله على مرحله ان شعرك يبقى فيه شيب بيمنعه نهائيا. كمان لو انت شعرك اوريدي فيه شيب واستخدمتي الوصفه بانتظام، الشيب ده هيقل تدريجيا. ليه بقى؟
لان لو انت معرضه ان شعرك يدخل فيه شيب، انت هتعالجي بسرعه بالشاي. الشاي ده له مفعول سحري بجد في معالجه الشيب. ف يعني مجرد ما بيطلع شعرايه واحده بيضه، انت نفسيا بتبقي متضايقه. هتلاقي شعره جرت التانية جرت التالتة، بعد كده شعرك كله هيبقى ابيض. فانت تلحقيه من دلوقتي. طب لو اوريدي انت اوكي خلاص ان شعرك فيه ابيض، ابدأي دومي عليها. صدقيني الشعر بجد بيبدأ يتغير لونه، ويبقى انتي هتأثر حتى في نفسيتك. الوصفة دي رهيبة، هتطولك شعرك، وده اهم نقطة. تمام، هتفرده وتنعمه بنسبة كبيرة جدا جدا. هتعالج الشيب، سواء انتي اصلا ما عندكيش شيب ومعرضة ان يجيلك شيب، لان في يعني حتى بنوتات صغيرة بيبقى شيب بيجي فجأة من اي عوامل. في عوامل كتيرة جدا وانا كنت ذكرتها في فيديو سابق يعني. كمان عايزه اقول لك الوصفه دي بتعالج القشره. لو انت يعني شعرك معرض او في نسبه قشره كبيره، ان شاء الله باذن الوصفه دي هتعالجه بشكل كبير قوي. كمان لو عندك التهابات في فروه راسك بتعالجها. كمان لو عندك تساقط شديد بيتعالج. لو داومتي عليها كتير شعرك هيبقى فيه كثافه حلوه قوي. لو عندك فراغات، لو عندك صلع، كل ده بيتعالج بامر الله تعالى. واهم نقطه زي ما بقول لكم، شعرك هيطول بشكل خرافي. تمام. في برضو نقطة عايزة اقولها لك، ان الشامبو زي ما قلت لك لازم يبقى طبي او عشبي، يعني يفضل يعني. تمام. طيب زي ما قلت لك طريقة الاستخدام، كل ما تيجي تاخدي شاور تغسلي شعرك بيها. تمام. وانت بتغسلي تفركي فروة راسك بس بالراحة، يعني كأنك بتعملي مساج بس بالراحة جدا، ما تعمليش بعنف ولا بسرعة. تغسلي فروة شعرك كويس قوي قوي، نضفيها. وكمان اغسلي شعرك حلوة قوي قوي بالشامبو ده، جميل قوي يا بنات. الشامبو ده زي ما قلت لك بتعمليه كل شاور، يعني ما تعمليش كمية كبيرة وتقولي اعينها، لا، اعمليها كل شاور افضل لك. تمام. واعملي بالمقادير اللي احنا قلناها بالظبط. خلاص. طيب هتفضلي تداومي على الوصفه دي والله براحتك، داومي 3 شهور، داومي 6 شهور براحتك، بس انت بجد هتحسي بالفرق من اول مره. تمام. طيب زي ما قلت لحضرتك برضو، بعد الشاور بقى، بعد ما تغسلي شعرك، ممكن تستخدمي اي نوع زيت انت حضرتك حباه. لان في بنات كتير بتسالني طب بعد وصفه الشامبو احط حاجه على شعري؟ حطي عادي، مفيش اي مشكله. عايزه تستخدمي اي نوع زيت حضرتك حباه، اي نوع كريم، اوكي، بس طبعا تكوني واثقه فيه وان هو فعال. وانا طبعا بحبذ لكم الزيوت الطبيعيه، مثلا زيت جوز الهند، يعني بجد ده خطير جميل جدا جدا سواء للاطفال او للكبار. طب الوصفه دي اقدر اعملها لاي سن؟ ايوه، ابدا اعمليها مثلا للاطفال بدايه من سن 6 سنوات ومعاكي لباقي الاعمار، مفيش اي مشكله. تمام. تمام. دلوقتي بقى اتمنى كلكم تطبقوها وتقولوا لي رايكم فيها، واترككم في رعايه الله وامنه.